السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم حلو كده ساقع وخفيف وبواقي بسكوت العيد. تمام، عندك أي بسكوت تاني ممكن يمشي، أي بسكوت انت حباه بتحطيه. هو ده بسكوت سادة. هنبتدي بقى نقول لكم هنعمل ايه. كده احنا حضرنا معانا لبن محطوط في طبق، لبن ساقع عادي ماشي، او لو في دافي عندك مش مشكله، لبن حليب ده بخيره. تمام، هنبتدي نبل البسكوتيه كده اهو ونرصها كده في الصينيه. تمام، وهكذا هنبل دي كده اهو اهو ونحطها كده. هنخلص كل الصينيه وارجع لكم. المنظر النهائي بعد ما حطيناه في اللبن، هو خد اللبن كله اهو. تمام، انت يا دوبك بتبليها وبتحطيها اهو. بعد كده هنروح بقى نعمل المهلبيه مع بعضينا. احنا دلوقتي معانا بقى هنعمل المهلبيه اللي هنحطها على البسكوت. تمام، ده نص كيلو لبن غلي اهو، حطيت 3 معالق سكر كبار. ده يا دوبك يعني ظبطته حلوه المسكره يعني ايه، بس مش قوي المظبوط بتاعه. عايزه تقللي السكر تقلليه، عايزه بتحبيه تبقى مسكره قوي تزودي السكر زي ما تحبي. دلوقتي احنا غلي اهو، هندوب شويه نشا، معلقتين نشا صغيرين في الكوبايه وهنضيفهم. هنضيف بقى النشا اهو دوبناه. تمام، هنقعد بقى نقلب كده لغايه ما المهلبيه كده اتعملت خلاص. وهنحط عليها فانيليا، بس اول ما تتخن وتتقل هنقلب كده لغايه ما تتقل وهوريها لكم. اهي بصوا استهدت شويه، بصوا تقلت ازاي، بصوا تقلت ازاي اهو باينه. طبعا المهلبيه سهله مش صعبه، ودي زيها نفس الكريمه دي او المهلبيه دي بنحطها في الكنافه تبقى خطيره. هعملها لكم بردك بالكنافه. تمام، دلوقتي بقى هنحط الفانيليا. دي الفانيليا اللي انا جايباها سايبه. تمام، نحط حبه زي دول كده اهو، مش كلها طبعا، ونقلبها كده. المهلبيه بتاعتنا جهزت. اول ما تهدى شويه هننزلها على البسكويت. وده بقى البسكوت قبل ما المهلبيه تبرد خالص اهي. هنبتدي بقى نحطه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، في كل الصينيه كده اهو. ولو الكميه زايده معاكي ممكن تشيليها لبيبي عندك او اي حد ياكلها، بس هي طلعت معايا مظبوطه بالظبط اهي. تمام اهي الصينيه اهي. طبعا عشان اظبطها بردك بعد ما عملتها يمين كده اهو وشمال كده اهو اهو، عشان الفوكس بيظبط بس الكاميرا اهو. عملت كده وكده، مشيت المهلبيه عليها كده. المهلبيه بردت، هنروح بقى زي ما قلت لكم نعمل الجيلي ونوريه لكم. نعمل الجيلي اللذيذ اللي بالفراوله بردك. هنعمل الكيسين دول عقبال ما المهلبيه تهدى شويه. تمام، انا حاطه 3 كوبايات ميه. ده هنا كيسين، قبل كده احنا عملنا الكيس بكوبايتين ميه. عملت معاكم قبل كده الجيلي في حلقه المهلبيه بالبرتقال وبالجيلي. احنا النهارده هنعمل الجيلي تاني معاكم سهل زي ما قلنا لكم. انا حاطه 3 كوبايات ميه. الميه ديت كوبايه بتاعه الشاي. تمام، دي 3 كوبايات ميه. نبتدي بقى نفرغ محتويات الكيسين اهو. دريم اللي بالفراوله اهو. تمام، وندوبه. هنبتدي بقى نقلبه كده، واول ما ندوبه نولع عليه النار. تمام، انا ولعت عليه النار دلوقتي، واول ما يسخن تمام هنطفي عليه كده. انا بقى اول ما الجيلي خد غلوه طفيت عليه على النار. طبعا الصينيه استهدى كده بسيطه، وهبتدي اصبه على الصينيه من فوق من على الجيلي، على المهلبيه سوري. المهلبيه انا مدخلتهاش التلاجة، زي ما هي زي ما انتم شايفين اهي. البسكوت اهو مفروض من تحت بس مش باين قوي. برفع لكم الصينيه. تمام، وادي الجيلي اهو. تمام، هنبتدي بقى ايه، نصب كده بالراحه على قد ما نقدر ونوطي ايدينا كده اهو اهو. عملت حفره بردك معايا، معلش. طب بالراحه، انا هصبه بقى عشان هيعمل معايا حفر،
واحده واحده كده وننزله عشان ما يعملش الحفر كده، وما تقلقيش. بصوا كده يا اصحابي، انا طبعا عشان بمسك بايد وبعمل بايد فعمل حفره، بس ما تقلقيش بقى، هو كده كده ايه هيجمد ان شاء الله، وهوريكم شكله النهائي. دلوقتي احنا حاطين الجيلي اهو في الصينيه كلها اهو، سمك اهو، سمك اهو، والسمك المهلبيه اهي، منظره اهو. حطيت كده المعلقه وانا بصب الايه الجيلي، يعني حطيت المعلقه الاول كده من تحت كده اهو، وصبيت عليها الجيلي، الجيلي بقى ينزل على المعلقه وبعد كده ينزل في الصينيه. تمام اهو، هنا مفيش اي حاجه اهي، هي بس اول حته، عشان كده انا جيت من الجنب عشان عارفه الحركه اللي هتحصل دي. تمام اهي، اول بقى ما تبرد نحطها في التلاجة، واول ما تخرج نوريها لكم، ويا رب تعجبكم. منظرها اهو النهائي، ويا رب تكون عجبتكم، ومنظرها شهي جدا للاطفال. وبصوا كده، وبصوا اهي، عاجبه انوس قوي وابني، وهنقطعها معاكم كده، بس هقفل الفيديو بس هقطعها وهقدمها لكم في الطبق التقديم واوريها لكم. جميله اهي جدا اهو شكلها النهائي بعد ما قطعتها. بصوا المنظر من جوه عامل ازاي اهي، قطعتها وهي وريتها لكم في المعلقه عشان اوريها لكم طبقاتها اهي، وهنزلها لسه. البسكوت عليه المهلبيه عليه الجيلي، منظر شهي اهي، جميله اهي ونزلت. تمام، منظر شهي للاطفال، حاجه تشرف، حاجه جميله. يا رب يكون الوجبه دي او الاكله دي تكون عجبتكم. انا مش قادره اوصف لكم هي منظرها جميل ازاي. وعايزه اقول لكم ان ممكن تستخدموا فيها اي بسكوت متوافر عندك. بسكوت انا عندي ده بواقي العيد، عندك بسكوت انتي حباه معين، بسكوت بيحبوه الاطفال. طبعا اللبن ما عليهوش سكر ولا حاجه، اللبن بيدوبك بتبلي فيه البسكوت بله كده على طول من غير سكر ولا حاجه. طبعا المهلبيه انتي بتظبطي سكرها، والجيلي في ناس بتحط عليه سكر وفي ناس لا. انا عامه عملته من غير سكر، بالسكر بتاعه يعني اللي فيه. ف يعني حلو، يستاهل التجربه، وعن تجربه انا ضايقاه وقايله لكم طعمه عن ثقه. ولو اي في سؤال عايزين تسالوه او حاجه معينه عايزين اعملها لكم، اكتبوا لي في التعليقات. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم على خير واحلى وجبه ومغذيه للاطفال. ومع السلامه، باي باي.